النهارده هنعمل بكوبايتين بس من الدقيق، هنعمل احلى سناكس او هنعمل حبة قراقيش كده حلوة جدا سهلة وبسيطة، وطريقتها للفرد حلوة جدا. مش هتتعبك تماما. هنعمل النهارده طعمين مختلفين. كل المكونات موجودة في كل بيت بإذن الله. عايزة اقول لكم ان طعمها حلو جدا. ممكن تاكليها كده مع الشاي بلبن او كده تسالي الصبح زي ما انت عاوزة او حتى بالليل. نقول كده بسم الله ونبتدي بأول طعم. جبت كده بولة حطيت فيها نص كوباية من المية، كوباية معلقة كبيرة من السكر، عندي معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، جبت معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة. هقلبهم كويس جدا وبعد كده بضيف ربع كوباية من الزيت عليهم، وبعد كده ببتدي ان انا اضيف عليهم كوبايتين الا ربع من الدقيق. انا هنا المكونات اخدت مني مع كوبايتين من الدقيق. حطيت الاول كوبايتين الا ربع وعجنت، وحطيت كمان معلقة كبيرة من حبة البركة بتديها طعم حلو جدا ومفيدة كمان للاطفال. بعد كده حسيت ان العجينة ملزقة شوية، حطيت ربع الكوباية التانية من الدقيق وهعجنها كويس. هتبصي تلاقي العجينة لمت معاكي بسرعة والعجينة طرية، طراوة مش طبيعية. بجد جربوا الوصفة دي وممكن تجربيها بكذا طعم انت حباه. ممكن تحطي الاطعم اللي بتتحط للفشار، بتديها برضو طعم حلو جدا. بس البابريكا المدخنة بتدي طعم حلو جدا جدا. هعجنها كويس جدا ولما بتتلم معايا بسهولة. هسيبها ترتاح بس عقبال ما اعجن العجينة التانية. بعد كده في نفس البوله بدون مغسلها ولا اي حاجه، ببتدي ان انا احط نص كوبايه برضو من الميه نفس المقادير، واحط معلقه صغيره من الخميره الفوريه عليها معلقه سكر، واحط كمان من صوص البابريكيو. بيديها طعم حلو جدا الصوص ده. بعد كده بحط ربع كوبايه من الزيت وعليهم كوبايتين الدقيق. ببتدي ان انا اعجن المكونات دي كلها. وصوص البابريكيو بيدي طعم حلو جدا جدا، يعني بيديكي كده طعم مدخن خطير. بعجنها وبلمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجيب ورق زبده وبجيب اول عجينه عجنتها اللي هي بالبابريكا. ببتدي ان انا افردها بالمردانه عندي كده على ورق الزبده زي ما انتوا شايفين. مش محتاجين ان نقطعها ولا محتاجين ان احنا نقطع وبعد كده نلم العجين تاني ونفرده. هقول لكم ازاي. هفردها كده بسمك نص سنتي، وبعد كده بقطعها كده بقطعه البيتزا، بتقطعيها بالسكينه كده بشكل زي ما انت عاوزه. انا مش عاوزه ان انا افردها تاني وابتدي ان انا افرد فيها كذا مره. بعد كده بجيب الصينيه وبشد كده ورق الزبده على الصينيه، وكده دخلت كل العجينه عندي في الفرن. هدخلها في درجه حراره 180، بتقعد ربع ساعه وبتطلع معاكي مقرمشه. اول ما بتطلع بتبقى كده طريه شويه، وبعد كده بتسيبيها في الهواء بتنشف معاكي وبتبقى طعمها خطير. شايفين القراميش او سناكس حلو جدا. بعد كده هفرد العجينه التانية. شايفين كل الكمية دي من كوبايتين بس من الدقيق. زي ما انا قلتلك ممكن تستخدمي اي طعم انت حباه. بجيب برضو ورق زبدة وبفرد عليه العجينة التانية زي ما انتوا شايفين كده. بفردها كويس جدا. بتتفرد معايا بسهولة خالص لان العجينة حلوة جدا وطرية طراوة خطيرة. وبعد كده بقطعها برضو، بس بتبقى عريضة شوية عشان تبقى مختلفة. هي كده كده اوريدي هي مختلفة في اللون لان دي فيها بابريكا، ودي مختلفة عنها في اللون خالص، فحبيت ان انا اقطعها كده تقطيعة مختلفة شوية. بعد كده برضو بشد كده ورق الزبدة في الصينية. وكده الصينية برضو كمان عندي كانت نظيفة جدا، وبدخلها الفرن في درجة حرارة 180. بتقعد معايا ربع ساعة وبتطلع مقرمشة قرمشة رهيبة. بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا رب النهاردة تكون الوصفة عجبتكم. هتوحشوا من الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.